يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، يا صباح الفل والنور وكل حاجة حلوة على أغلى وأحلى متابعين على قلبي. قبل ما نبدأوا الفيديو الأول نصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتنسيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس يوصلك كل جديد مني إن شاء الله. النهاردة هنعمله مع بعض طريقة عمل العدس الأصفر اللي بجد بيدفينا في عز البرد. طريقة سهلة وبسيطة، يلا بينا نشوف هنعمله ايه مع بعض. قبل ما نبدأ في وصفتنا النهاردة أو غدانا، تعالوا بقى أوريكم مطبخي العظيم اللي دايما بجد يعني ربنا يعين كل أم وكل ست بيت بجد على المسؤوليات اللي عليها. دي فراولة هنفرزوها مع بعض، وبص المواعين دي غسلاها طبعا هرتبها، والأزايز والدنيا والغسيل. وكنت طبعا في السوق اتسوقت، يعني جبت شوية حاجات برضه هوريها لكم معايا في الفيديو. اول حاجه طبعا لازم يبقى حوضك فاضي خالص، ما فيهوش يعني ولا معلقه حتى قبل ما تبداي ان انت تعملي غدا اولادك. الفرشه دي جميله جدا، يعني حلوه قوي، ممكن تحطي فيها بريل وتغسلي بيها، بس انا بصراحه ما بحطش بريل، انا يعني بواقي الاكل اللي في الاطباق بنزلها بيها، بجد تحفه. هنا خلصت مواعيني الحمد لله. هجيب بقى الفراوله هغسلها وهشيل اللي هو الاخضر بتاعها ده، وعلشان نفرزوها. تفريز الفراولة سهل جدا وما بتعمليش حاجة، يعني بتشيلي العنقود بتاع الاخضر ده وبتحطيها مثلا في اكياس تفريز اللي هي بتاعت الفريزر، اللي هي اكياس التلاجة. او مثلا العلبة دي انا كنت جايبة فيها موتزاريلا من عند فتح الله، فغسلتها وحطيت فيها كمية الفراولة اللي انتوا شايفينها دي. وقت ما احب مثلا ما عنديش حاجة في البيت او حد ضيوف جولي على فجأة، بطلع وبعملها، بتبقى حلوة جدا، وكمان باللبن بتبقى روعة يا جماعة. كنت جايبة طماطم وليمون. طبعا الطماطم دلوقتي في ناس بتبيعها ب10، وفي ناس بتبيعها ب8، وفي ناس بتبيعها ب6.5. بس اللي هي 6.5 دي بجد عايزة يعني باسكت الزبالة، بجد وحشة جدا، ممكن ترمي نصها او 3/4. والليمون طبعا الربع ب3 جنيه، انا كنت جايبه ده نص مش ربع، جايبه نص ب6 جنيه. طبعا انا بجيب كل حاجتي لازم اغسلها كويس جدا وانشفها وبعد كده احطها في التلاجة. وكنت جايبه جزر عشان طبعا وصفتنا النهارده بالجزر، وجايبه كوسه. طبعا الجزر الكيلو ب8 جنيه والكوسه ب10 جنيه، وفي ناس كانت بتبيعها ب12. قبل بقى ما نخش برضو على وصفتنا النهاردة، نحط شوية كده غسيل في الغسالة. طبعا الغامق كله مع بعضه، ما تحطيش فواتح، يعني الشتوي كمان بيبقى الوان الغامق اكتر من الفواتح. طبعا الاوكسي ده انا بعشقه بجد، الكيسة دي ب2 جنيه، بجيبه وبحطه في النقلة الواحدة. ده يا جماعة مش اوكسي الوان ولا حاجة، انا بشتري اوكسي من عند بتاع المنظفات، حلو فوق الروعة. وده يا جماعة المعطر ده تحفة، اللي اسمه فالا فيتا، ده تحفة تحفة تحفة، كنت جايباه، بيخلي ريحة الغسيل تحفة، بيعطرها يعني نمرة واحد. طبعا خلصت خلاص دورة الغسيل، وهطلعها طبعا وهنشرها بقى مع نفسي. طبعا مش هوريها لكم وانا بنشر، كلنا طبعا بنعرفوا ننشره، كلنا ستات بيوت فوق الوصف بجد، ربنا يبارك فينا جميعا يا رب، يعيننا ويقوينا. ده ليمون وجزر وكوسه، انا طبعا فرستهم بس ما جبتهمش معاكم. ودي خضرة محشي. وبجيب برضو كرات يا جماعة، برضو بفرزه في الفريزر عشان لو حابة اعمل عجينة الفلافل بيبقى عندي في الفريزر، اطلعه وبعمل، مفيش حاجة طبعا تعطلك، يعني كل حاجة تبقى موجودة عندك علشان تعملي كل حاجتك وقت ما انت حابة تعمليها. دلوقتي بقى جبت مناديل مبللة، ده برائحة الليمون حلو جدا. هتمسكي بقى الرخامة اللي بتحطي عليها كل حاجتك، وامسحي بقى وظبطي دنيتك، بجد يعني مهما نمسحها يا جماعة برضو التراب يعني الواحد بجد مش عارف يعمل ايه. طبعا هتمسحي بقى الرخامه وتمسحي بتاع البهارات، بصي بتاع البهارات ده عملي وحلو جدا. طبعا ومسحت بتاعه السكر والشاي، ومسحت كل ما تتخيليه على الرخامه. وهنا بقى خلصت خلاص مواعيني، بصوا الحوض فاضي والرخامه عندي برضو فاضيه. يلا بقى نخش على وصفتنا النهارده اللي هو الراعي الرسمي للشتاء، بجد العدس الاصفر ده من احب الاكلات ليا في الشتاء، ومش انا بس يعني كل المصريين. انا جبت طبعا الخضار اللي عندي، معايا كوسه، معايا جزر، معايا بطاطس، معايا توم، معايا بصل، معايا قرن فلفل بقى حامي ايه من اللي بتحبيه، تحفه جميل بيديله طعم روعه. هنحط البهارات بتاعتي، معايا زعتر، معايا كمون،
معايا بصل باودر وتوم باودر، وهحط البابريكا. طبعا العدس غسلاه كويس جدا ومصفياه وحطيته برده مع الخضار، ونزلنا بقى بميه سخنه مولعه من الكاتل، وهنحطه طبعا شويه فلفل اسمر بس ملح لا. بعد ما يخلص خالص واضربه في الخلاط، بحط له ملح وانا بضربه في الخلاط، مش بحطه في الحله لا، وانا بضربه في الخلاط بحط. دلوقتي كل الخضار اللي معانا، نسيت اقول لكم وطماطم طبعا. بصوا يا جماعه، انا واولادي وزوجي بجد من عشاق ان احنا ناكله، يعني يا تونه يا اللي هو المكاريل ده اللي هو سانشاين، ده تحفه، ده 350 جرام، حلوه قوي قوي قوي. يعني بنحب دايما ناكله اي حاجه جنب العدس الاصفر، يا تونه يا سالمون يا اللي هو مكاريل، ده حلو قوي. طبعا انا ضربته في الخلاط وحطيت له الملح بتاعه وحطيته تاني في الحله. دلوقتي بقى نجيبه طاسه نحطه فيها اي ماده دهنيه، زيت بقى، سمنه بلدي، زبده، اللي يريحك، وهتنزلي بكميه الشعريه اللي انت عايزاها. واول ما تاخد معاكي اللون ده، اللون الجميل ده بجد حلوه قوي بتبقى الشعريه مع العدس الاصفر، هتنزلي بقى بكميه الشعريه على العدس الاصفر. طبعا احنا غاليين العدس كويس جدا جدا، بحيث ان انت لما تنزلي بالشعريه ما تاخدش، طبعا ما بتاخدش مده في السوى. واكيد اكيد هتحتاجي ميه، لان طبعا الشعريه نشويات، فالعدس معاكي هيتقل، فانت هتحطي شويه ميه على حسب ما انت شايفاه محتاج قد ايه، نص كوبايه، كوبايه، شوفي انت ايه اللي يريحك واعمليه. بصوا بقى شكله تحفه بجد، والله طعمه بيبقى فوق فوق الروعه بجد والله. طبعا انا حمصت له عيش زي ما انتم شايفين كده، بتجيبي العيش العربي بتقطعيه، بتحطيه في حته زبده او سمنه او اي ماده دهنيه انت بتحبيها، وبيطلع معاكي باللون ده. بصوا بقى جمال العدس بجد روعه. وطبعا معاه البصل بتاعنا اللي مقطع، حط عليه ميه وخل، لو عندك بصل اخضر برضو تمام، حلوه قوي. يا رب يكون روتيني والفيديو عجبكم، وطريقه عمل العدس برضو تكون عجبتكم. ولو عجبكم تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، يوصلك مني ان شاء الله اشعار بكل جديد. وباذن الله اشوفكم في روتين جديد وفيديو جديد ووصفه جديده، واشوفكم على خير ومع السلامه.